من أكتر المواقف المرعبة اللي ممكن تشوفها في حياتك. تخيل معايا يا صديقي تكون رايح مشوار وتطلب سواق من شركة أوبر اللي هي المفروض ليها سمعة كويسة، وتتفاجئ إن السواق ده بعد ما طلع بيك على الطريق السريع وماشي على سرعة عالية جدا إن هو مدمن نوع من أخطر أنواع المخدرات، وهي المخدرات المصنعة اللي هي الشابو أو الأيس أو البودر، اللي هو حرفيا بتحول الإنسان لزومبي. شوفوا كده يا جماعة بيتكلم إزاي. تموتني، انت كنت هتموتني. اركن على جنب، اركن على اركن على جنب. ما تسوقش، ما تسوقش، ما تسوقش. بعد اللي حضراتكم شفتوه ده، اتمنى من كل شركات النقل الذكي اللي موجوده في مصر ان هي تعمل تحليل عشوائي للمخدرات للسواقين بتوعها. وبرضو اي سواقين جدد هيدخلوا في الخدمه لازم يعملوا تحليل مخدرات ويعملوا فيش جنائي، علشان سلامه الناس وارواحهم مسؤوليه.